آلام العمود الفقري والمفاصل كانت موقفة حياة المريض عن الحركة، لكن قدرنا نخفف ونعالج من آلام المريض. طبعا صعب تلاقي نفسك مش قادر تتحرك من كتر الألم وتسكت. المريض اللي بنتكلم عليه النهارده كان بيعاني من آلام في العمود الفقري بسبب مشكلة الانزلاق الغضروفي، وده كان بسبب ان شغله كان بيتطلب منه ان يشيل حاجات اوزانها تقيلة طول الوقت، وللأسف طبعا كان بيشيلها بشكل خاطئ وبوضع بيحمل على فقرات الظهر، وده اللي سبب له الانزلاق. وكمان مع الوقت تفاقمت الأعراض بزيادة الضغط على الأعصاب، وهنا فقد المريض السيطرة على عضلاته وبدأ يصاب بآلام شديدة. أسرته تواصلت معنا بمستشفى كير هاب المنزلي، وصلنا للمريض بأطباء متخصصين في علاج الألم، قمنا بالتشخيص المناسب وبدأ علاجه في المنزل عن طريق الأدوية المسكنة، والحقن عن طريق توصيل إبر دقيقة لجذور الأعصاب، ومن خلالها بيتم توصيل الجهاز التردد الحراري باستخدام الموجات فوق الصوتية وإرسال نبضات الجذور دي علشان يبدأ الالتهاب المتسبب في الألم يقل. طبعا مشكلة الانزلاق الغضروفي عانى الشخص منه سنين، تقدر تساعده في انه يتخلص منها دلوقتي لو ملاحظ عليه الأعراض اللي اتكلمنا عنها النهاردة بالتواصل معنا بمستشفى كير هاب المنزلي. وشكرا.